رمضان عبد الرازق، ومش هقول شيخ لأن ده لا يستحق لقب شيخ، في فرح بنته بشعرها ولابسة فستان إلى حد كبير مفتوح. الغريب في الموضوع إن الراجل ده المفترض إن هو راجل دين، بيدعو الناس إلى الدين وبيحث على عدم التبرج للبنات والسيدات. وكان طالع بيتكلم مع قناة صدى البلد بيقول إن الراجل اللي بيسيب بنته تلبس براحتها وتحط ميك اب براحتها عنده مشكلة في رجولته. طب وانت دلوقتي يا رمضان عندك مشكلة في ايه؟ الفئة دي من الناس اللي الناس مخدوعة فيها وبيقولوا عليهم شيوخ، منتشرة جدا في مصر على فكرة. يطلع يقول فتاوى وتلاقي حياته قصة تانية خالص. فالناس دي لا هم رجال دين ولا هم شيوخ ولا احنا ينفع نسمع لهم. اوكي، خد منه علم بس تسرش بعدها، ما تاخدش منه المعلومة وتسمع وتصدق وخلاص، لان الناس دي موجودين بكثرة في مصر تحت بند وتحت اسم الدين، وان هم شيوخ وهم ولا شيوخ ولا اي حاجة. هو انت مش عارف يا رمضان الآية اللي بتقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ انت بتطلع في التلفزيون بتقرأ آيات من كتاب ربنا وبتقول أحاديث نبوية شريفة وبتحث الناس على الدين وانت ما بتطبقوش في حياتك. فده اسمه ايه؟ احنا المفروض نقول عليك ايه؟ ليهم حق الناس كلها على السوشيال ميديا تنتقدك، وطالع بمنتهى البجاحة بيقول أنا مش هرد على الناس اللي بتنتقدني واللي عمالين بيغلطوا فيا على الموقف ده. أنا مش عارف أقول إيه، ولكن في نهاية الفيديو أنا بحذركم من الفئة دي اللي عاملين نفسهم شيوخ. احذروا جدا من الفئة دي. في نهاية الفيديو لو انت بتشوف الفيديو على اليوتيوب اعمل لي اشتراك وفعل الجرس، لو بتشوفه على التيك توك والانستجرام ما تنساش تعمل الفولو.